السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في قناتي قناة سهيلة اون كويزين. قبل ما نبدأ الوصفة نشكر جميع الأخوات والإخوة اللي سقساو على القناة تاعي وحبوا يجوا يشتركوا في قناتي البسيطة. مازالها صغيرة بزاف، ما عنديش بزاف ملي بديتها. ما عنديش الوقت بزاف باش نحط كل يوم وصفة، لكن راح نحاول كل ما يكون عندي ان شاء الله الوقت نحط وصفة بيان سور، وصفة تكون مهمة لتسهل لنا الحياة اليومية تاعنا جميعا. الوصفة تاع اليوم هي مطلوع، وصفة سهلة جدا سريعة بلا دليك بلا تعب بلا ما تشقي روحك. راح يجيك مطلوع خفيف ريشة وبنين ويكون بالسميد اللي هو مطلوع الكوكوطة. تبعي معايا الوصفة. في كوكوطة نكونوا سخناها قبل شوية، سواء نغسلوها بماء سخون أو نحطوها فوق النار تسخن غير شوية ماشي حتى تولي تحرق. نديرو 2.5 كيسان سميد أرطب، نزيد لهم ملعقة كبيرة تاع الأكل تاع خميرة الخبز مع ملعقة كبيرة نتاع العسل. هذا اختياري، ممكن نعوضوه بالسكر. نحركوه بالفوي ومن بعد نديرو الميكسور لهاد المرحله جد مهمه. الاخوات بزاف يسقسوني اسكو لازم نديرو الميكسور. طبعا نسبقو في الميكسور، علاش؟ لخاطر هو اللي حيعوض لنا هذاك عمليه الدلك اللي راح نقعدوا عاده المطلوع لما نعجنوه راح نقعدوا ساعه وحنا ندلكو فيه باليدنا. اذا الميكسور هو اللي حيعوض لنا هذيك العمليه، راح يخرج لنا الجلوتين نتاع السميد وراح يعطينا هذاك نقولوا الروح السميد. يعني فيه الروح، نخرجوا له الروح تاعو هكذا نقولوا في الجزائر. وبهذه الطريقه راح يجينا المطلوع تاعنا خفيف بزاف. دونك نخلو الميكسور يخدم واحد 3 دقائق 4 حتى نلحقوا لهاد القوام. بيان سور الميكسور تاعكم الى سخن خلوه يبرد وعاودوا ولوا طلعوا العجينه تاعكم. من بعد نغطيوها بلا كوكوت، نغلقوا لا كوكوت تاعنا عفوا ونخلوها تخمر. هنايا راح نخلوها 4 ساعة الى 20 دقيقه حتى يتضاعف الحجم. من بعد نزيدو 2 ملاعق نتاع الزيت مع الملح، نكون ذوبناه في ملعقة نتاع ماء دافي، والحبوب بيان سور كل واحد والاختيار تاعو، مع 1.5 إلى 2 كاسين تاع فارينة. انا هنايا دخلي 1.5 كاس، لكن نتوما على حسب السميد تاعكم ننصحكم حطوا 1 كاس وبداو زيدوا بشويه حتى تلحقوا القوام المطلوب تاع العجينه. العجينه لازم تقعد متلاصقه وجاريه شويه، ما تكونش يابسه. العجينه تاع المطلوع على كل حال المطلوع باش يجينا خفيف دائما نخلو العجينه جاريه شويه كما راكم تشوفوا. انا هنا كانت تخلي 1.5 كاس. ما ندلكوهاش وما تعبوش روحنا، غير ندخلو هذيك الفارينه ونخلوها. نعاودو نغلقوا لا كوكوت ونخلوها تخمر. هنا خليتها نصف ساعه 30 دقيقه. حليت لا كوكوت صبت الحجم ماشي غير ضعف، فات يعني طلعت خي بيان. شوفوا الدليل كيفاش راكم تشوفوا العجينه الخيوط تاعها، هذا دليل انه العجينه راهي ناجحه. من بعد نحطوها في البلان طرافاي تاعنا، نديغازيو العجينه تاعنا ونقسموها خبيزات كيما نحبوا. انا درتهم صغار، لكن انتوما على حسب الذوق تاعكم، على حسب الاختيار تاعكم تقدروا ديروهم صغار كيما درتهم انا او كبار. فوالا ومن بعد نشكلوهم على خبيزات، على شكل خبيزات. انا هنايا استعنت بشويه ماء دافي باش العجينه تاعي ما تلصقش في يدي. كون خليناها جاريه راح تولي تلصق في يدي، دونك استعينوا بشويه ماء هكايا وحطوها مباشره في السميد. فوالا كيما نوري لكم هنايا حتى نكملوا جميع الخبيزات تاعنا. من بعد نجيبوا ان طورشون نديرو فيه شويه تاع سميد. انا هنايا كان الفيديو راح لي بكي درت نسيت ما درتش سميد في الاول عفوا، ومن بعد درتو اون دوزيام فوا وراح لي الفيديو.
نحطوهم هكذايا فوق ان طورشون بعد ما نكونوا رمضناهم مليح في السميد، ونزيدو نفرشو شويه سميد في الطورشون. فوالا نغطيوهم في هذه المرحله ونخلوهم يرتاحوا 10 دقائق. خلوهم يرتاحوا 10 دقائق. فوالا كي يجوزوا 10 دقائق نصيبوا العجينه تاعنا زاد خمرت شويه. هاد الدقيقه نجيبوا ان طورشون واحد اخر اللي ما يكونش فيه سميد، نقرصوا الخبزات تاعنا في الطورشون الاولاني وين كاين سميد كيما راكم تشوفوا. ونرفدو الخبزه تاعنا المطلوعه تاعنا ونرفدوها من هذاك السميد باش ما يكونش كاين بزاف سميد في الطاجين وما يتحرقش. هكذا هاد العمليه نديروها قبل ما نخلو الخبز تاعنا او المطلوع تاعنا يخمر. الكثير لما يخلوه العديد من الناس يعني يخلوه حتى يخمر ومن بعد كي يجوا يرفدوا الخبزه يسيو ينحوا لها هذاك السميد الزايد. انا ننصحكم ديروا هاد العمليه قبل ما يخمر. بدلوا ان طورشون قرصوه فوق الطورشون اللي فيه سميد او الفارينه، من بعد رفدوا الخبزات تاعكم نحيو لهم هذاك ليكسي قبل ما يخمروا وحطوهم في ان اوتر طورشون اللي ما كاش فيه السميد او الفارينه. هكذا نيفيتيو العمليه هذه من بعد ما يتخمر كما راكم تشوفوا. فوالا وحطيته في ان طورشون وين ما كاش سميد. ننصحكم هنايا تستعملوا سميد رطب ما تستعملوش سميد حرش، لانه سميد الحرش راح يطيح في الطاجين ويتحرق. دونك ديروا سميد الرطب خير. فوالا نديروا هاد العمليه حتى نكملوا جميع المطلوعات تاعنا، من بعد نغطوه ونخلوه يخمر. انا هنايا ما شديش وقت كبير، 4 ساعات كنت صبتو ديجا خمر. يعني حطيته يخمر ودرت الطاجين تاعي يسخن. لو طون اللي سخن الطاجين كانوا الخبزات ديجا خمروا، يعني 4 ساعات بالاكثر تسيبوه خمر. ونطيبوه بيان سور. هنايا الا كانت تنفخ لكم ديرلكم نبولات قطقبوه بالكوردون سور لو كوتي باش يخرج هذاك النفس وما يديرناش لي بول هذوك الفارغين. كيما راكم تشوفوا فيه يعني المطلوع يجي حمر يشهي. بالكم هذاك العسل اللي درناه راح يعطينا لون شباب بزاف في المطلوع. فوالا كيما راكم تشوفوا. انا هنايا كنت درت في الاول طاجين تاع الطين، كنت حابه نطيب في طاجين تاع الطين صغيور، ولكن ما سخنليش مليح مع لاكازينيير. على بالكم طاجين تاع الطين يحب الطابونه يسخن فيه مليح ويطيب فيه مليح يطيب خير. لهذا كملت في الطاجين تاع الحديد وخليت الطاجين تاع الفخار غير باش نحوش المطلوع تاعي. فوالا هاي النتيجة، يعني يجيكم شباب حمر خفيف. يعني الوصفة ننصحكم تجربوها خاصة في شهر رمضان. والنساء العاملات اللي ما عندهمش الوقت ويحبوا ياكلوا دي فوا مطلوع ولا يحبوا يعجنوا مطلوع، ولا احيانا ما كي يجونا ضياف وما عندناش الوقت لمده طويله باش نعجنوا ونخلوه يتخمر وندلكوه وكذا. هاد الطريقه هذه يعني راح توفر لكم بزاف الوقت والجهد. يعني ننصحكم تجربوها ورجعوا لي ان شاء الله بالخبر. يعني كيما راكم تشوفوا المطلوعات كاع جايين شابين حموره طيبين تخي بيان. ما عندهم ما يخصهم.
أنا كنت هنا درت معاهم شريبة جات عسل. فوالا هذه هي الوصفة تاعنا لنهار اليوم. نقول لكم يعطيكم الصحة. راح نحاول كل ما يكون عندي الوقت إن شاء الله نحط لكم وصفة من وصفات المطبخ الجزائري، وإن شاء الله يا ربي يعجبوكم. ونقول لكم ما تنساوش ديروا اشتراك، تفعلوا الجرس تاعكم، ديروا ان كومنتير، سواء نقد، سواء آه، أي حاجة. نقول لكم يعطيكم الصحة، وإن شاء الله يا ربي نتلاقاو في وصفة قادمة يا ربي. أني كما يقولوا نستنى فيكم.